جدة تركية ضربت حفيدتها بالشبشب أو الحذاء. فيا ترى ايه اللي حصل لها؟ الجدة آسيا كاتيان عمرها 80 سنة بتربي حفيدتها واللي عمرها 18 سنة، وحفيدتها برضو اسمها آسيا فورال، عايشة مع جدتها لأن أمها وأبوها مطلقين. من فترة آسيا الحفيدة قررت تخرج في وقت متأخر بالليل، فجدتها منعتها وأغلقت باب المنزل، لكن آسيا كانت مصممة على الخروج، فجدتها ضربتها بالشبشب أو الحذاء على دراعها اللي هو كده اهو. فآسيا الحفيدة ضربت جدتها بالتليفون على راسها، فجدتها اتصابت وراحوا المستشفى. الموضوع اتحول لقضية. المحكمة حكمت على آسيا الجدة ب4 سنين سجن، لأن المحكمة اعتبرت إن الشبشب ده سلاح، واتهموها بحرمان شخص من حريته باستخدام القوة والتهديد. والله زي ما بقولك كده. أما آسيا الحفيدة بقى فاعتبروها بتدافع عن نفسها، فالمحكمة كانت آسيا على آسيا، ودلعوا الحفيدة آسيا. فادعوا يا جماعة لأمهاتكم وقولوا الحمد لله إن هم عرفوا يربونا. ربنا يديك الصحة يا أمي.